لائحة المنتخب الوطني لكأس أفريقيا. الشعب المغربي والشارع المغربي متفقين على هذه التشكيلة. لأن ليش متفقين؟ التشكيلة جت من وليد الركراكي، هو المسؤول الأول والأخير عن تشكيلة المنتخب المغربي، هو صاحب القرار عنده، ومن ثم عقب يتحاسب بعد البطولة، وإن شاء الله تكون ما في محاسبة، تكون في أفراح ومسرات. نقف مع وليد الركراكي، كابتن يوسف، أسماء جميلة أعتقد في أكثر من اسم، لاعب فريق بيراميدز، الشيبي، عندك أيوب، عندك أسماء أعتقد إضافة للمنتخب المغربي. وليد الركراكي بلائحة شهدت يعني شبه إجماع من الشارع الرياضي المغربي أنها صحيح. لائحة واقعية ومنطقية واحترمت المنطق. هناك ملاحظات على بعض الأسماء التي مصابة أو عائدة من الإصابة، على غرار نصير مزراوي وكذلك بوفال، لكن ربما اختيارات وليد الركراكي لهذين العنصرين بالضبط هي اختيارات من أجل الحفاظ على روح المجموعة التي حققت معه إنجاز كبير في كأس العالم في قطر، بطبيعة الحال مع الأسماء الجدد من المنتخب الأولمبي، وكذلك ضم محمد شيبي لاعب فريق بيراميدز المصري، بالإضافة لعنصرين من البطولة أو الدوري المغربي. المجموعة التي اختارها وليد الركراكي كما قلت هناك إجماع من الشارع الرياضي المغربي على أنها هي الأنسب، وهناك اتفاق كبير أو إجمالي على أن وليد الركراكي كانت اختيارته بنسبة كبيرة جدا موفقة. والأمل كبير إن شاء الله في العودة بكأس أفريقيا الثانية في تاريخ كرة القدم سنوات طويلة طبعا.